السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والأمور ديالكم هانية إن شاء الله. اليوم جيت نهضر معاكم بواحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس فيكم كيسولوني عليه، بحكم أنني مغربية وغادي نعطيكم وجهة النظر ديالي من وسط قطاع غزة. تمام؟ بالنسبة للموضوع على واش الحرب تسالات ولا مازال. تمام؟ أنا هادي مدة طويلة والناس كيسولوني وأنا معرفاش شنو نجاوب، أو كنجاوب جواب عابر صافي، غير باش آآ يعني ما تخليش عند واحد الفضول. أما بالنسبة لينا حنايا هنايا، واش الحرب تسالات عندنا والّا لا؟ هي فعليًا الحرب مازال ما تسالاتش. علاش؟ حاليًا الوضع أصعب من أيام اللي كان فيها الحرب خدامة. علاش؟ حيت الأيام اللي كانت الحرب خدامة باينة حدا العالم كامل بلي الحرب تسالات، وحنا يعني الحرب كاينة ماشي تسالات، كاينة الحرب، وباللي حنا من الداخل ديالنا كيكون عندنا واحد كنكونوا حذرين في كل التحركات والتصرفات ديالنا في وسط هاد البلاد، فهمتوا؟ يعني ما كنكونوش كنتحركوا براحتنا، كنمشيو ونجيو ونخرجوا ونعيشوا، يعني الداخل ديالنا كنتوخاو الحذر يعني مزيان باش حتى شي واحد فينا ما يصيبو شي خطر ولا شي حاجة. حاليا كيقولوا بلي الحرب تسالات، داكشي باش حنا كنخرجوا وكنمشيو للأسواق وكنجلسوا في بلايص، كنمشيو نزورو بعضياتنا وكنخرجوا في الشارع كيف ما بغينا. زعما راه الحرب تسالات، راه قالوا الحرب تسالات، ولكن فعليا ديك الناس ممكن انت تكون ما بيك ما عليك، خارج في الزنقة بأمان الله وحفظه، باللي انت راك في امان والحرب تسالات ونفسيتك مرتاحة، حتى كتجيك واحد الضربة كتعرفاش منين جات فجأة. ديك الضربة كيمشيو فيها بزاف ديال الناس، هما دابا حاليا ما كيستهدفوش بنايات ولا كيطيحوا ديور ولا لا، هذه شي حاجة نادرا نادرا ما كتوقع، ولكن كيديروا شي حاجة أخطر اللي هي كيستهدفوا أفراد. ديك الأفراد ممكن انت تكون ماشي في الشارع ما بيك ما عليك، حتى كيجيك صاروخ كيضرب شي حد حداك وكيمشيو معاه 5 ولا 10 ديال الناس في الزنقة حداك حدا عينيك. ممكن تمشي انت، ممكن ربي يطول لك العمر، ولكن غتكون عشتي واحد الصدمة في حياتك عمرك غتنساها. بحال القضية اللي وقعت معنا ديك النهار، قبل ما نوصلوا لديك البلاصة تقريبا بواحد ربع ساعة ولا نص ساعة وقع فيها القصف حدا دارنا. داكشي باش هاد الناس ما ليهم امان، يعني ما خصكش تامن لهم سواء كاين حرب ولا ما كاينه الحرب ولا ما كايناش. قالوا راه حنا سالينا ولا ما ساليناش، هما هكا، هاد البلاد هكا دايره، باللي هما فوق ما بغاو كيديروا ما بغاو. يعني مثلا ها هما وقعت الحرب ديال ايران وديالهم، هما من الحرب اللي راكم عارفينها، حنا ما عندنا حتى شي دخل. شدوا علينا المعابر، علاش؟ شدوا علينا المعابر ديال الماكله، شدوا علينا المعبر رفح اللي هادي شحال وحنا كنتسناو انهم يسمحوا لنا نخرجوا عن طريقه، لازم كيخرجوا المرضى والجرحى شويه بشويه بشويه بشويه، حنا كنتسناو نوبتنا. شدوه هاو عاوتاني ولاو خرجوا، هاو مادو عاوتاني ولاو فتحوا. يعني كيتعاملوا معانا حنايا هنايا كواحد الصندوق، هما كيحلوه ويشدوه فوق ما بغاو، يقتلوا الناس اللي فيه ولا يعيشوهم، يقطعوا عليهم الماء ولا يطلقوا، يقطعوا عليهم الأكسجين ولا يطلقوا، هما كيتحكموا. فهمتوا؟ ايوا خوتي، هذا هو الموضوع. كنتمنى انني نقدر نكون وضحت لكم الصورة كما هي، كيف ما انا كنعيشها وكيف ما انا حساها. الحاجة الوحيدة اللي غادي نقدر نقولها لكم هو اننا حنايا ماشي ولفنا، ولكن طبيعة البني آدم أنه خصو يتعايش مع جميع الظروف. ما خصكش تبقى واقف في نفس البلاصة وكتسنى فوقاش تجي نوبتك، لا ضروري خصك تكمل حياتك باش أنك تقدر تعيش، باش النهار اللي غتجي نوبتك لشي حاجة زوينة تكون عندك الطاقة باش أنك تقدر تعيشها. هادشي اللي كاين. نهاركم مبروك. Free audio post production by alphonic.com.